صباح الخير. آه، الفن زمان، وانا شخصيا يعني طبيعتي انا بكره الكلمة بتاعت زمان احسن وزمان ارخص وزمان اجمل وانا شايف ان كل عصر له جماله وله حلاوته. لكن حقيقة في الفن والشعر والمزيكا والأصوات، لا زمان أحسن. أنا دلوقتي لما بسمع عيالي أو بسمع الجيل بتاعهم يقولك اسمع فلان واسمع، بقعد أستغرب إيه اللي حصل في منطقة الجمال ومنطقة الوعي عند الناس. السياق الاجتماعي، كل مرحلة من المراحل بتفرز وعيها، دي حقيقة. يعني مثلا الناس على أيام أم كلثوم كانت بتسمع الأطلال، وكان ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، لكن هناك مناطق جمالية في النص. ممكن يكون بيسمع صوتها، بيتفرج على شكلها، بيسمع مزيكا، بيعمل كذا بيعمل كذا، إن مناطق الجمال كتيرة ومتعددة. دلوقتي أنا بستغرب لما واحد يبقى راكب الترند يقولك ده مطرب عظيم، وبعدين تدور على صوت مفيش، لحن مفيش، كلام مفيش، أغنية بشكل عام مفيش. ايه اللي حصل في الأغنية بالذات؟ يعني احنا زمان كان في مطربين ضعاف بالنسبة للصف الأول. دلوقتي هم لو عملت مقارنة بينهم وبين ما يحدث ده، هم في حتة تانية خالص. ملهمش دعوة بأي حاجة خالص، ودول حالة ابستراكت، حالة كده حالة خرافية. ايه اللي حصل في الفن؟ انا وجهة نظر متواضعة اللي هي تخصني انا برضو، ان الموضوع ملهوش دعوة بحالة اقتصادية. واللي عايز يتكلم في الحالة الاقتصادية كان يجي يشوف معرض الكتاب اللي لسه خالص من 5 6 أيام، ويعرف ان مفيش حاجة اسمها حالة اقتصادية، بدليل ان ملايين زاروا المعرض وقاعدين في الكافيهات وقاعدين بياكلوا وبيشربوا وبيتفسحوا وعادي جدا يعني. وموضوع الكتاب ده موضوع يعني ثانوي، مفيش مشكلة فيه. ال ال الوضع الاقتصادي بيعمل حالة من حالات الفن اللي هو بالشكل ده؟ لا. عشرينيات القرن الماضي وثلاثينياتها وأربعينياته وخمسينياته وستينياته وسبعينياته كان الوضع الاقتصادي حالة ما حصلتش في تاريخ مصر. احتلال وحروب وشغلانات وكوارث طبيعية وحاجات غير طبيعية. طب كانت بتفرز فن المقاومة؟ طيب ماشي، ما هو محمود درويش وسميح القاسم كانوا بيعملوا فن غير مسبوق. طب ما دلوقتي فلسطين لسه محتلة لحد دلوقتي، ليه ما فيش الشاعر النبغة، الشاعر الثوري، الشاعر صاحب الرؤية التقدمية؟ ليه ما فيش؟ حاجة غريبة. كأن في حاجة في المية بتاعت الوطن العربي شربت الناس، خلتهم يبقوا في الحالة دي. عشان ما نفرعش الدنيا، خلينا في الفن المصري. الفن المصري عدى بمراحل في منتهى القوة وفي منتهى الحيوية وفي منتهى العظمة، وشكلت وجدان وطن عربي كامل. كلام، ألحان، مزيكا، مطربين، مطربات،
وعي كامل، كنا حالة من حالات الجذب الغير مسبوق في تاريخ الوطن العربي، ان بيجي عندنا ناس وبتستوطن وبتبقى جزء من البلد. ومصر البلد الوحيدة في الوطن العربي، عشان ما نزيدش وما نتكلمش، هي الحضن الآمن اللي عمره ما طرد أي حد ودايما يحتوي أي حد. ايه برضو اللي حصل؟ ايه اللي حصل في وعي اللي بيكتب، ووعي اللي بينتج، ووعي اللي بيسمع؟ وجهة نظر المتواضعة ان الموهبة قلت، ولما الموهبة بتقل المنتج بيبقى زيادة. تخيل النظرية دي، أو ربنا، الموهبة لما بتبقى ضعيفة وتافهة بيبقى مجهودها زيادة. هقول لك ارصدها ازاي. هتلاقي واحد دلوقتي شاعر على قده، وكاتب أفلام على قده، ومسؤول فني على قده، ومنتج على قده، وبيعمل كمان مدارس لتعليم الشعر وتعليم المزيكا وتعليم السيناريو وتعليم حاجة غير طبيعية وغير مسبوقة. تبص تلاقي ان ال 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 الشاعر دلوقتي لا 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 ماسك الكراسة وايه، وبياخدوا في الاغنية ايه بال30 40 الف. امال ايه؟ وكلام مرصوص او مزيكا مسروقة من مزيكا عالمية وركب عليها كلام واعمل والجيل كله عايز يرقص. طب يا عم ماشي، ما تشغل شريط رقص واقعد مع نفسك في الأوضة ارقص. انت ليه بتقرفنا احنا؟ انت ليه اصلا عامل نفسك سميع بتسمع مطرب حقيقي؟ وبعدين انت ليه عامل نفسك اصلا انك انت يعني الولد يعني هو ده بيشكل الوعي؟ وبعدين انت لما هتبص على الخريطة بشكل موضوعي، هتبص هتلاقي لا، مفيش مطرب عنده مشروع. عبد الحليم حافظ كان عنده مشروع، محمد فوزي كان عنده مشروع، محمد رشدي كان عنده مشروع ولقى اللي بيسنده، محمد العزبي كان عنده مشروع ولقى اللي بيسنده. اشتغل مع فرقة رضا. محمد رشدي اشتغل مع بارون من بارونات الألحان في مصر، بليغ حمدي العبقري العظيم. المطربين وحتى المطربات، اللي كانوا دلوقتي يعني مثلا بقوا في الذكرى شادية، نجاة، فايزة أحمد، وردة الجزائرية. كان ناس عندها مشاريع. السؤال المطروح برضو، ايه اللي حصل في الفن؟ وجهة نظر المتواضعة عشان ما نطولش عليكم في الكلام، اللي حصل في الفن فقد قيمته الحقيقية، وفقد يعني ايه فن. الفن كان بيمشي جنب البناء، الفن كان بيمشي جنب الانتصار، الفن كان بيمشي جنب الحق والخير والجمال والعظمة. دلوقتي المسألة بقت كله عايز يهلب، وكله عايز يحس بنفسه ان الحياة ما بتكتملش غير ان الواحد يبقى غني ومعاه عربية وعايش حياته. المأساة كلها ترجع للمدرسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وربنا يجعل كلامي خفيف على اللي أنا بتكلم عنهم، وأنا يعني بفضفض معاكم وبفضفض مع أصحابي اللي قالوا لي اطلع فيديوهات تاني لحد لما نشوف نهاية للي بيحصل ده. وصباح الفل، وإن شاء الله نتقابل في فيديو تاني.